قالوا ناس زمان في وسط الهضرة اتصنت تسمع الصح، واللي ساكن قال كلش من قبل. وقالوا واسمعوا مليح هادي، خير طريق اللي تكون فيها هاني ماشي اللي تحبها. نهاركم مربوح، وش راكم، وش حوالكم، وليداتكم، ميمتكم، ان شاء الله انتم وكامل جملتكم تكونوا بخير. قبل ما نبدا ديري نية وديري جام تزهالك ليام ان شاء الله. حبيت نقول لك يا مدام، إذا ما كيش ديري هاد البوراك بهذه الطريقة راكي مرضية بزاف. جبت لكم وصفة الأعراس اللي معتمدينها احنا في بيتنا، يعني في أفراحنا كامل نديرو هاد الوصفة، والحمد لله يعني تلقى نجاح كبير ورواج ويحبوها ويطلبوا بزاف الوصفة ديالها. نروحوا أول حاجة اللافاغس. هنايا نبداو في مقلة، درت شوية سمن، تقدروا ديروا حتى مارغرين ولا زبدة، وزدت شوية زيت. نخلي ليدام تاعي يسخن مليح، ونجيب يعني انا هنايا عندي كميه ماشي كبيره بزاف تاع اللحم مكفت، على هذيك يعني تاع شخصين درت كميه صغيره. انتوما على كميه، على حساب كميه اللحم كفت تاعكم. هنا درت حبه بصل متوسطه، قطعتها هكا بالطول. حنا يعني الحاجه الوحيده انه نقطعوه رقاق ماشي رقيق، يعني شويه، ولكن بهذه الطريقه يخرج خير وخير. يعني هذا هو التغيير اللي غيرته فقط على اللي مالفين نديروه. خليت البصل تاعي حتى بدا يتكرمل لي. هاد المرحله يعني راح تعطيله ذوق رائع حتى يبدا يتكرمل باش نديرو الملح. علاه في الاول قلت لكم ما نديروش بارد في بارد، باش يعني ما يطلقش الماء ديالو، لانه الماء ديالو راح يخليه يطول، وكي يطول راح يجي مر ويجي ريحه الحريق فيها. ولكن كي تخلوه بلا ملح راح يتكرمل لكم بالخف. وما تخلوش حتى يدي اللون فونسي. تما قلنا درنا الملح، فلفل كحل، ودرت كميه تاع اللحم كفات تاعي. هنا عندي واحد 150 حتى 200 غرام با بلوس، يعني اقل من 200 غرام. المهم كميه تاع اللحم كفت، وهنا بديت نحل فيها بالظهر تاع المغرفه ديالي ولا لاليش تاعكم، ولا المهم هكا حلوها كامل. اذا شفتوه ما بداش يتحلكم، يعني بدا يطلق يشد روحه، هو نورمالمون بالما تاع البصل اللي تلقوا. البصل ما يطلقش بزاف لانه الملح ما درناش مع الاول، ولكن يطلق نوعا ما ينحل. ولا شفتوا ما نحلكمش ديروا مغرفه تاع الماء فوق هذاك اللحم. قلنا مغرفه ما تزيدوش. بعد ما يعني طاب، نحكم زيتون دي نوايوتي، المعدنوس، كميه مليحه تاع المعدنوس، والكميه تاع فرماج. كاين بزاف اللي ما يديرش الفرماج في تاع الاعراس، انا نحب ندير له، وقلت لكم يلقى رواج كبير في المناسبات ديالنا. واش درت له باش ما يجيكمش ناشف، وهذا اختياري، يكون عندكم ديروا، ما يكونش راح نديروا الحاجه اللي تجي بديل فيها. درت واحد نصف فنجان تاع لا كريم فريش الخاصه بالطبخ بيان سور. ومن بعد هنايا نكسر البيض على حسب الكميه. شوفوا كسرت البيض وطفيته. واش الفايده تاع البيض باش ما يجينيش لا فارس مشمخه، وميم طون ما كي تقسموا الحبه تاع البوراك ديالكم باش يجيكم فتت هذاك اللحم كفت، ما يسيح لكمش من الحبه، راح تجي متماسكه. شوفوا كيفاش تجي مفرمجه، تجي معسله، تجي ما شاء الله. واش هنايا انا زدت مغرفه تاع هريسه. على بالي بزاف تقولوا لي كيفاه الهريسه ما تجيش في هاد لافارس، ولكن احنا في البيت تاعنا نحبوه لازم يكون حار. ولكم الاختيار، اللي يحب يدير الهريسه يدير، واللي ما يحبش ما يديرش. هذه هي. وندير الحبيبات تاعي. انا درت نص حبه، نص ورقه عفوا، تاع الديول. بعد شوفوا الطريقه، يعني التلويه الاولانيه هي الاساس في الحبه تاع لا فورم تاع الحبه تاع البوراك. يعني دوروها وسيو دخلوا هذيك الطرف اللي تلووه على لافارس تاعكم، دخلوها على الحشو، دخلوها تحت الحشو. يعني دوك تشوفوا
مرة واحدة أخرى. شوفوا هاي ليك هنا، عفوا كانوا عندي ديول كاري ولكن قصير، الحبة رقيقة، على هذيك ما درتش نص يعني، ولكن مرفا ندير النص. وانتم على حساب تشوفوا الورقة تاع ديول، كانت لكم كبيرة ديروا نص، كانت لكم صغيرة ديروا حبة. هاي ليك، واللافاس تكون على حساب التاني الحبة تاع الورقة تاعكم تاع ديول. شوفوا كيفاش جيت، شوفوا هنا هاي ليك دخل هكذا، دخلوها من تحت، تما هي اللي تعطيكم لا فورم، وممتو تخرجوا الهواء اللي فيها. ندير كامل الحبات تاعي وندير الزيت تسخن. اول حاجه انه لما نحط الورقات الحبات تاع الديول تاعي تاع البوراك لازم يكون الزيت سخون، ومن بعد نقص النار. تاني حاجه ديول الزيت ما تكون مغطيه البوراك تاعكم، ما تكون يعني شويه، نديروها للنص. هادو كامل اسباب باش يجيكم مقرمش. تاني حاجة تاني نحطوا الحبة هذيك باش تجيكم شكلها شباب، نحطوها على الجهة اللي غلقناها بيان سور. ايضا من اسباب القرمشة تاعو انه يكون الحشو ماشي مشمخ بزاف، يعني الطراوة تاع الحشو راح تطري لكم تاني الديول تاعكم. واهم حاجة بيان سور النوعية تاع الورق ديالكم تاع الديول. وفي الأخير ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في رواحتكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.